الوقائع الآن وش وقع؟ البعض في الساحة السياسية كل واحد حر في تحاليله، كل واحد حر في أسباب، خلقوا موضوع وانتم أهل الإعلام شاهدين على هذا وش رايح نقول، خلقوا موضوع كان راح يسكن سنة 2018. خلقنا صراع بدون محتوى الصراع. قال البلاد راح تتباع، قال لازم ندافعوا، قال لازم كذا، كأنها الجزائر ما في حاجة إلى سكينة باش تكلف بمشاكلها الحقيقية، وربي عالم شحال كاين المشكل. سيادة رئيس الجمهورية في الحكمة تاعو طلع تعليمة اللي تقول أن المنطلق بموافقة الرئيس، كنت ذكرتكم أن المنطلق بموافقة مجلس الوزراء والمنتهى بموافقة رئيس الجمهورية، وكانت الأمور هكذا. الحمد لله رجعت السكينة في البلاد. قال لك الحمد لله maintenant on est tranquille. هذا هو الأهم. لأن الباقي تحاليل وفلان وعلان وليزوليغارك شخصيا ان طونكم بيبليك هذا عادي بور ما. باقي الحمد لله كأمين عام لحزب يعطي الأهمية لأمور البلاد، أو في حياتي الأخرى كمسؤول هيئة تنفيذية لحارس على أداء الواجب. الأهم هو أن كيف نقول لكم يعني الأرضية رجعت إلى الهنا. القسمي محمد السعيد سكرتير زوجي.